Madrasatul Xunafaa litaxfiid alqur'aan oo ku taala magaala diimeedka Makiina Road ee gobolka Kwale isla markaana ah xudunta markazyada Jamaacatul Nuur ayaa lagu qabtay munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen culimaa u diin, waalidiin, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ardayda wax ka barata markaskan Al Xunafaa litaxfiid alqur'aan ayaa soo bandhigay aqoon iyo xirfad sare oo ay ku muujiyeen xifdiga Qur'aanka Kariimka, tajwiidka iyo culum kale oo shareeco ah. Bandhigga ayaa ahaa mid si nidaamsan loo diyaariyay iyadoo ardaydu ay muujiyeen dadaal, karti iyo faham qoto dheer oo ka turjumaya tayada waxbarasho ee ka jirta Madrasatul Xunafaa. ذلك الذي ذو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Tumemaliza kufanya hafla na hafla imekuwa nzuri sana, mashallah. Inaonyesha kazi kubwa na juhudi kubwa imefanywa na hawa walimu
na wasimamizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wawabarikie walimu wetu na waongezee daraja yao kwa hii kazi kubwa ambayo wameifanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe jannatul firdausil aala. Tukikumbushana mawili matatu na watoto waliposoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'anul Karim anatuambia alladhina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. وقال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mtume عليه الصلاة والسلام kutuhimiza kuhusu kusoma Al-Qur'anul Karim na kuhifadhi Al-Qur'anul Karim, anatuambia ya kwamba iqra'ul Qur'an, isomeni hii Qur'an, hifadhini hii Qur'an. Fa innahu, hakika hii Qur'ani ambayo kwamba mnaisoma, yati yawm al-qiyama, itakuja siku ya Kiyama, shafi'an li ashabi, ni yenye kuwaombea shufaa kwa wale watakaoisoma. Angalia daraja ya Al-Qur'an Al-Karim. Sisi Waislamu tunaona ni kitu cha kawaida tu, lakini angalia daraja yake. Kesho wewe unayohifadhi leo, unayoisoma vizuri Qur'ani kama hii, inakuombea shufaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maamulka markaska ayaa sheegay in madrasatul Xunafaa ay tahay xarun diini ah oo u taagan barbaarinta jiil ku dhisan Qur'aan, akhlaaq suuban iyo cilmi waxtar leh. Waxay xuseen in guulaha ardayda ay yihiin miro ka dhashay dadaal joogto ah oo ay bixiyeen macallimiinta iyo taageerada waalidiinta iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa si weyn u ammaanay heerka waxbarasho iyo nidaamka wanaagsan ee ka hirgelay markaska Al-Xunafaa, iyagoo ku dhiirigeliyay maamulka iyo ardaydaba inay sii xoojiyaan dadaalkooda. Munaasabadda ayaa kusoo dhammaatay duco iyo dardaaran ku wajahan ardayda si ay u noqdaan kuwo ku dhaqma Qur'aanka ay barteen, uguna adeegaan diintooda iyo dalkooda si hufan.